ما تفتكرش ان عدم وقوعك في الادمان هي شطارة منك، لان الحقيقة اعمق من كده بكتير. المدمن مش شخص اقل منك، هو انسان في لحظة ضعف واتفتح قدامه طريق اكبر من قدرته على المواجهة. وفي ناس كتير منهم ما كانتش ناوية تضيع نفسها، كانت فاكرة ان هي بتهرب من ضغط او بتسكت وجع او بتجرب مرة او ماشية مع الصحاب. لكن الادمان عمره ما بدأ وهو متشاف نهايته من الاول. المشكلة ان الزمن اللي احنا فيه خلى الادمان اقرب واسهل من اي زمن فات، واللي للاسف متغلف بشكل خداع. روشنة، حرية، تجربة عادية، كل الناس بتعمل كده، بس الواقع غير كده تماما. طب ازاي بقى تحمي نفسك؟ اختار دايرتك بعناية، ما تستهونش بالبداية ابدا، وما تجربش حاجة علشان تثبت انك قوي، وواجه تعبك النفسي بدل ما تهرب منه. ولو محتاج اطلب مساعدة من مختصين بدري، وتأكد ان القوة مش انك تحكم على اللي وقع، القوة انك تفهم قد ايه الوقوع سهل وتفضل واعي علشان تحمي نفسك.